السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده تورتة. هنعمل تورتة الكندر، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، هتستسهلي عمايل التورت بعد كده وهتعمليها في البيت بكل سهولة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه معانا المقادير بتاعتنا: نص كيلو من دقيق الاسبونج الفانيليا، وكمان 6 بيضات بدرجه حراره الغرفه، عليهم رشه ملح ورشه فانيليا. نزلت كمان بمعلقه كبيره من الخل الابيض ونص كوبايه ميه بارده جدا من الحنفيه، ميه عاديه جدا مش من التلاجة ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده هضرب المكونات دي كلها كده مع بعض بالمضرب الكهربائي على سرعه عاليه جدا، حوالي 8 دقايق، من 8 ل 9 دقايق، لغايه لما تحسي ان القوام بتاعك تقل وكمان اللون فتح قوي. انتي هتلاحظي الفرق، يعني هيكون اللون فاتح قوي ابيض خالص لون الخليط بتاعنا، وكمان القوام تقل معانا. وده يا حبايبي القوام اللي انا كنت عايزه اوصل له. ده وصلت له بعد حوالي 10 دقايق من الضرب خلاص بالمضرب الكهربائي. شايفين القوام عامل ازاي؟ خلاص هنزل بقى بالخليط بتاعي في صينيه زي ما انتم شايفين، مبطنه بورقه زبده من القاع من تحت، وانا دهنه الجوانب بتاعتها كلها بماده دهنيه. تمام. انا قبل ما بشتغل في اي تورته او اي كيكه لازم بكون مشغله الفرن الاول. خلاص. طبعا انا هدخلها على 180، على درجة حرارة 180 على الشبكة. تمام. لمدة كام؟ لمدة نص ساعة. مش هفتح عليها قبل نص ساعة، اختبرها، ولو هي لسه ما استوتش هسيبها كمان 5 دقايق. وده شكل الكيك بتاعنا يا حبايبي بعد حوالي نص ساعة في الفرن. بس طبعا لازم تتأكدي الأول بخلة الشيش طاووق إذا كان استوى ولا لسه ما استواش. أنا بسيبه لغاية لما يبرد خالص على رخامة المطبخ، وبعد كده بغلفه بالاسترتش، وبرده بسيبه على رخامة المطبخ لغاية تاني يوم ابتدي ان انا اقطعه وازينه تاني يوم. ما بشتغلش فيه خالص اول يوم او هو سخن. تمام كده. زي ما انتوا شايفين كده بقطعه بالمنشار المخصص ليه. وهنجيب يا حبايبي القواعد الكرتون المخصصة للطرد زي ما انتوا شايفين، وهنحط جزء بسيط جدا من الكريمة بتاعتنا. هنحط جزء بسيط جدا من الكريمة بتاعتنا ليه؟ علشان نثبت عليه الكيك بتاعنا وما يتحركش معانا طول ما احنا شغالين. بعد كده انا بسقيها دلوقتي بخليط التسقية، عبارة عن مية وسكر. مية عادية جدا باردة من الحنفية، بدوب فيه شوية سكر وبسقي بيه الكيك بتاعنا. تمام. ولو كانت كيكة شوكولاتة كنت هحط كمان معاها معلقة من الكاكاو الخام. وبعد كده بوزع الكريمه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بكيس التزيين. كيس التزيين بيسهل عليا جدا توزيع الكريمه بشكل متساوي. تمام. انا بحاول كده اوزعها، بس طبعا مش بضغط بايدي قوي، انا يا دوب بس بلمسها كده بحيث ان هي تتساوى كلها. تمام. بعد كده نزلت زي ما انتوا شايفين بمربة الحليب. مربة الحليب ممكن ان انت تعمليها في البيت، وممكن ان انت تشتريها جاهزة من محلات خامات ومستلزمات الحلويات. هي متوفرة بشكل كبير ومفيش منها اي مشكلة خالص. بعد كده زي ما انتوا شايفين نزلت بالطبقة التانية من الكيك بتاعنا، وبرضو برجع بسقيها بخليط التسقية بتاعنا، عبارة عن مية وسكر، ومدوبة فيها السكر عادي جدا، يعني ما فيهاش اي فكرة خالص، مية عادية جدا من الحنفية. زي ما احنا قلنا مية باردة ومع معلقة سكر، وبندوبها وبنسقي بيها الكيك بتاعنا. وبرجع ان انا اوزع كده الكريمة بتاعتنا. بالمناسبة الكريمة دي كريمة لباني مش كريم شانتيه. انا بضربها بميه ساقعه، ميه شبه متلجه. تمام. مش بضربها باللبن خالص لان اللبن بيهبط معايا الكريمه بسرعه. تمام. انا عايزاها تفضل محافظه على شكلها وعلى السمك بتاعها، فانا بضربها بميه ساقعه. خلاص. ممكن كمان تضيفي عليها سكر بودر على حسب الرغبه. تمام. لو انتي حسيتي ان هي محتاجه سكر تزودي سكر بودر، مش سكر حبيبات ابدا، لازم تطحنيه الاول وتضيفيه عليها. بعد كده بنساوي الكريمه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. بنحاول طبعا ان احنا نجلسها كويس قوي ونسويها بشكل كويس متناسق. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، بعد ما جلسنا التورتيه بتاعتنا بالكريمه بشكل كويس وبشكل متناسق، انا عملتها معاكم قبل كده اكتر من مره. تمام. غلفتها كمان بورق الفاكيوم. الورق ده متوفر في محلات خامات ومستلزمات الحلويات، في منه اشكال كتيره جدا، تقدري تختاري الشكل اللي انت عايزاه او حباه. وكمان نزلت على سطح التورتيه بتاعتنا بشوكولاته كندر، بما انها تورته كندر فلازم نحس فيها بطعم الكندر كمان. دي شوكولاته كندر موجوده برضو في محلات خامات ومستلزمات الحلويات. انا مش جايبه شوكولاته ومسيحاها عندي في البيت، لا هي بتتباع كده. تمام. جاهزه كده.
وكمان نزلت بجزء من مربى الحليب زي ما انتوا شايفين على سطح التورتيه بتاعتي. التورتيه ما فيهاش اي فكره خالص، ولكن الشكل في الاخر فعلا حلو قوي ومرضي قوي قوي قوي. وكمان هنحاول ان احنا نزينها من فوق كده ببعض من شوكولاتات الكندر. اظن مفيش اسهل من كده خالص. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، وتورتيه النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم يا رب في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.